مواجهة الهتافات السلمية بالرصاص والخرطوش لا يقيم نظاما سياسيا ولو ساندته أموال الدنيا كلها. عيش حرية، عدالة اجتماعية هي صيحات الشباب اليوم، خرجت من قلوب مخلصة في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير المجيدة. واجهتها السلطة بالرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع. قصة قصيرة حزينة باتت تتكرر كل يوم. هكذا هو حال الوطن، استشهاد يومي لخيرة الشباب في ظل سلطة باطشة قاتلة لأبناء الوطن الأوفياء. وهكذا هو حال الوطن في المستقبل إذا لم تستفيق السلطة من غفوتها والتي تقودها عقول أمنية دون هوادة إلى خنق الوطن وقتل المواطنين الأبرياء. يطل علينا الإرهاب كل يوم ويقتل الأبرياء من جنودنا شهداء الواجب والمواطنين الأبرياء وهم ذاهبون إلى عملهم، وتعجز السلطة عن مواجهة ذلك كله، ولكنها تستأسد على الأبرياء المسالمين الذين يطالبون بوطن حر وكريم. في ذكرى ثورة 25 يناير العظيمة اليوم، يؤكد حزب مصر القوية على أن الرصاص والخرطوش لا يقيما نظاما سياسيا ولو ساندته أموال الدنيا كلها. هذا النظام العاجز عن حماية مواطنيه بل والقاتل لخيرة شبابه سيسقطه الشعب ولو بعد حين، وسيحاسب القتل والمجرمين. إننا نتوجه للشعب المصري العظيم وشباب مصر البواسل بالنداء: لن نستسلم للقمع أو القتل، وسنسعى لمواجهة الظلم حيثما كان بسلميتنا وبرسالتنا التي يحملها هذا الجيل: عيش حرية، عدالة اجتماعية، حتى يستقيم الوطن ونقيم دولة العدل والحرية. عاشت مصر بشبابها، عاشت مصر بجيل 25 يناير.